ببيضة واحدة بس، ومقاديرها بالمعلقة ولا بالجرام ولا بالكوباية. هتعملي تورتة السبع معالق بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وتفرحي بيها حبايبك وولادك. معايا بيضة هضيف عليها ظرف من الفانيليا او سايلة او بودرة زي ما تحبي. ودي شكل المعلقة اللي هعاير بها المكونات، معلقة الطعام اللي في المطبخ. خدت 7 معالق من السكر الحبيبات، وهبدأ ان انا بالمضرب السلك اليدوي، مش هنستخدم اي اداة كهربائية. هدوب السكر مع البيض لحد ما لونهم يفتح شوية بالشكل ده. هنزل بعدين ب7 معالق من اللبن الحليب، برضو ما يكونش خارج من التلاجة، يكون بدرجة حرارة المطبخ. وفي المرحلة دي انا شغلت الفرن، وكل ما بضيف مكون بقلبه مع اللي قبله لحد ما يندمجوا، عشان يسهل عليا خليط الكيك يبقى ناعم ويهيش معايا، ما يبقاش مكتوم. هضيف عليهم بعد كده 7 معالق من الزيت، ويكون الزيت نقي، ما يبقاش ليه ريحة علشان طعم التورته ما يبقاش الزيت باين فيه. برضو هضيف 7 معالق مليانين من الدقيق، انا بستخدم دقيق جميع الاستخدامات او دقيق مخصص للتورت والجاتوهات، اللي هو دقيق الكيك. 7 معالق ممسوحه، وده ظرف البيكنج باودر اللي هو 16 جرام. هو عباره عن معلقتين كبار، انا خدت منه معلقه واحده بس، لان طبعا مقدار الكيك اللي عاملينه صغير مش كبير، فعشان كده خدت معلقه واحده بس من ظرف البيكنج باودر. ورشه ملح، ومعلقه واحده كمان من الكاكاو الخام الغير محلى. انا برضو بستخدم الاسباني، طعمه حلو جدا ولونه بيبقى مظبوط. معلقه واحده بس تكون مليانه. كده خلاص خليط الكيك خلص، ممكن تصبيه في اي صينيه عندك. انا صبيته في صاج 30 في 40، لان انا عايزه اعمل التورته كذا دور، كذا ديسك يعني. وبعدين بتقعد في الفرن حوالي 15 دقيقه، مش اكتر من كده، لان طبعا هي سمكها رفيع، فما بتطولش عن كده علشان ما تقلبش معانا البسكوت وتتكسر. قسمتها بالمسطره وهي في الصاج ل3 ديسكات متساويه، وخرجتها طبعا من الصينيه بمساعده ورق الزبده. وهبدا ان انا اقسمها 3 ديسكات بالمقص. وهبدا اخد اول واحده، طبعا حطيت على طبق السيرفيس بقى شويه من الكريمه عشان اثبتها. وخدت اول واحده بشيل منها ورقه الزبده، ولو في اي احرف مش متساويه بعد ما بنكمل كل التورته بنسويها عشان يبقى شكلها مظبوط وشيك في الاخر. بسقيها بشويه من اللبن الحليب، مدوبه فيهم معلقه من السكر، ممكن تدوبوا كمان معلقه من القهوه سريعه الذوبان. وحشيتها كريمه بطعم الشوكولاته. عملتها بنص كوبايه كريم شانتيه خام، عليها ربع كوبايه من السكر الحبيبات، عليها نص كوبايه من من الميه المتلجه، او ممكن تستخدموا اللبن الحليب بس يكون برضو متلج. هنضرب الكريم شانتيه عادي، وفي الاخر بنضيف لها معلقه من جناش الشوكولاته او بديل النوتيلا. لو هتضيفوا لها كاكاو ضيفوه لها في الاول عشان يدوب معاها. ممكن كمان تحشوها كريمه بيضه من غير ما تضيفوا لها شوكولاته او جناش او اي حاجه، برضو هتبقى طعمها حلو خالص. ده الديسك التالت. طبعا ورق الزبده بيبقى سهل عليا خالص ان انا اقلب بيه الديسك، ما بيتكسرش، وبشيله بعد ما بحطه كده بشيله. قلبت اخر ديسك على وشه، وسبت القاعده بتاعته لفوق علشان تبقى مظبوطه وتشرب معايا الكريمه مظبوط. هاخد بقى الاحرف بتاعتها دي هسويها على قد ما اقدر، لان الاحرف هي اللي بتبقى بتخلي شكل الكيك مظبوط او مش مظبوط في النهايه بعد ما بتخلصيه. فمهم جدا انك تسوي الاحرف بتاعتها، لو في حته معوجه او حته مش مظبوطه شيلها بالسكينه، والسكينه تكون معاكي حاميه علشان ما تكسرش الكيك. برضو الطبقه الاخيره سقيتها، وبدات ان انا احط عليها برضو الكريمه. هوزع بقى على الجناب وعلى السطح بتاعها، وهسويها باي حاجه، بالسكرابر او باي حاجه تكون عندك مظبوطه، تكون يعني مستقيمه كده عشان تسويها معاكي مظبوط. دخلتها التلاجة شويه، وهبدا ان انا اعمل عليها بقى زجزاج كده بالشوكه، بوز الشوكه كده زجزاج، بيدي منظر حلو. ممكن باي حاجه عندك مسننه، وطبعا كلنا عندنا شوك، فهيبقى سهل عليكي خالص التزيين. اما بالنسبه للتزيين من فوق، ممكن تبشر عليها شوكولاته، وممكن تحط عليها فاكهه. ممكن تعملي زي ما انا عملت كده، مكعبين بس من الشوكولاته الخام، دوبتهم على حمام مائي، وضفت عليهم معلقتين من اللبن الحليب، ودوبته كويس قوي قوي لحد ما بقى معايا الجناش المظبوط ده. وخدته وحطيته في كيس، وفتحت له فتحه صغيره خالص، وعملت عليها اشكال عشوائيه بالشكل اللي حضرتك شايفاه ده، وبرده ادت شكل حلو. والتزيين النهائي ده حاجه بترجع لذوقك وبترجع لاختياراتك، والمتاح موجود عندك. هكمل كمان التزيين بانصاف من الكريز، بحب قوي احطها في التورت والجاتوهات اللي بعملها، لان بحس ان هي بتغير شكلهم تماما. والكريز طبعا ملك التزيين في اي تورت وفي اي جاتو. وكده خلصت معانا تورته ال7 معالق. حتى لو مبتدئه ان شاء الله هتعمليها وهتنجح معاكي، مفيش احتمال خالص ان هي تفشل منك، لان هي كيكه عاديه، بس احنا بفكره بسيطه هنحولها لتورته وكمان ادوار. ولو حابه تحطيها في صينيه اصغر وتقطعيها ديسكين برضه هتبقى حلوه جدا. شوفي بقى الجمال بعد ما قطعناها، والطعامه كمان لما بتسقع بتبقى طعمها احلى بكتير. جربوها وان شاء الله هتعجبكم وهتظبط معاكم من اول مره. بس ما تنسوش اللايك والشير، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية في حفظ الله ورعايته.